انا هنا محبوس بسبب فارس الجيوشي وانتوا الاتنين بره. احنا مالناش دعوه بحبستك دي، برانا. انا لحد دلوقتي متأني وبمارس اقصى درجات ضبط النفس. انت عارف نفسيتي اماره بالسوء. ما كفايه بقى يابا تهديدات، انت مش قدها. انت عايز ايه وجايبنا هنا ليه؟ طول عمركم سايقين العبط دباحين. هو احنا مش كان في مهله ما بيننا وبح؟ اهو دلوقتي السكينه بقت على رقبتي. انا ممكن اذيع الفيديو، اخد براءه واخد عليها نشان هديه، وانتوا بقى تعملوا ميتنج مع عشماوي. ولا بطل هلفطه وكلام فارغ، احنا ما تاخرناش على حاجه. انت اللي طلبك كبير وصعب عليك وعلينا. ايه؟ معلش اصل اتنجيت من الحبسه وداني ما بتسمعش الكلام الخايب ده. انتوا هتنفذوا اللي اتفقنا عليه، يا اما هدلهم على المرحوم وبرضه هاخد اللي اتفقنا عليه. طب واحناش ضمننا لو عملنا اللي انت عايزه ما تلبسناش؟ لا، ما هو في واحد هيشيلها وهنتراضى كلنا. مين بقى ان شاء الله؟ بدير جوزك يتعدم ويروح يونس اخوه في الاخره، وبكده يبقى رجعنا حق ابونا. اعمل لكم ايه تاني؟ ودي انت هتعملها ازاي؟ يبقى تسيبها لي. احنا هنبلغ على بدير انه بيتاجر في السلاح. البوليس هيروح له المصنع عشان يفتش، هيلاقي الامانه. طالما في مكانه تبقى تخصه على 3-4 شهود زور يقولوا ان احنا شفنا بدير وهو بيهدد فارس بالقتل، وبكده يبقى فصلنا البدل على مقاسه. بقول لك ايه، انا لا فايق لك ولا فايق لكتير. عايز تنزل الفيديو نزله، لما اشوف الاول اللي خطف ابني ده بفوق لحواراتك. ابنك؟ لا، اوعى يكون ليك يد يا قوت في اللي خطف ابني. نفذ اللي اتفقنا عليه وهوصلك لابنك. ابني فين يالا؟ ايه ده ايه ده يا حمزه؟ مفيش حاجه يا عم محمد. خلاص خلاص يا عم محمد، احنا مشاكل عائليه ما بيننا، مفيش حاجه. ايه ده؟ ابنك هيرجع لك اول ما تنفذ، اول ما تتنازل انت والمحروس اختك عن الاملاك وامسك الاسفلت. ابنك هيبقى في حضنك. انت يا ابني فين بدل ما اقتلك هنا؟ خلاص يا حمزه. انت يا خلاص يا حمزه. ابني فين يا ياقوت؟ خلاص يا حمزه. ورحمة ابوك مع حلة. ابني فين؟ عرفنا نوصل لصاحب العربيه وقال لنا اللي كان